عارفين الشخصيات اللي طول ما هي قاعده تقوم وتروح وتيجي وتحرك وتعالى نروح وتعالى نيجي، ولما تيجي تتكلم معاهم في موضوع ما يقدروش يطولوا معاك، تحس ان هم في وسط ما انت بتتكلم كده راحوا فاتحين موضوع تاني، راحوا قايمين يجيبوا مفاتيح، راحوا يلعبين في الموبايل. دي شخصيات نشك جدا ان عندها فرط حركه وتشتت انتباه وهم كبار في السن، وكتير منهم عدوا على اهاليهم من غير ما يكون عندهم وعي انهم ياخدوهم لدكتور ويكشفوا عليهم او يشخصوهم ويدوهم علاج وهم صغيرين. دول لما بيكبروا بتبقى مشاكلهم دايما يا اما في الشغل على طول عنده اخطاء كتير رغم ان مستوى ذكائهم عالي ومستوى ذكائهم يسمح لهم ان هم يترقوا في شغلهم، لكن اخطائهم سخيفه. وبنلاقي ان هو في الشغل حتى علاقاته مع زمايله بتبقى فيها اندفاعيه، حركات مش لطيفه، بياخدوا عليه ان هو مش واخد باله. وده شخص لو اتجوز او هي اتجوزت هتبقى المشاكل ما بينهم بسبب تاخدش بالك، ما بتركز، بتنسى كتير، انت مش مركز معايا. نسمع كلمه مش مركز دي كتير، مش مهتم، قلت له على حاجه وما عملهاش، ويبقى شعور الطرف الثاني انه مهملني ومهمل لطلباتي. لا، هو مش مهمل، هو ممكن يكون عنده تشتت انتباه محتاج انه يتشاف من اخصائي. لو التشتت سمه مميزه لهذا الشخص ما نبخلش ان احنا نكشف عند دكتور وان احنا ناخد العلاج المناسب، لان الحياه بتفرق معاهم جدا جدا جدا.